سقوط جديد لليفربول، وصلاح يصنع ولا يسجل في ليلة درامية أمام بورنموث. واصل ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تلقى هزيمة مؤلمة أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2 على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة 23 من موسم 2025-2026 في مباراة زادت من علامات الاستفهام حول وضع الفريق ومستوى نجمه المصري محمد صلاح. وشهد اللقاء عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي للبريمير ليج لأول مرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لكن العودة لم تحمل معها الفرح المنتظر، إذ لم تنجح خبرة النجم المصري في إنقاذ الريدز من خسارة جديدة في موسم مليء بالتقلبات. سيناريو مثير ونهاية قاسية. دخل بورنموث اللقاء بثقة كبيرة وفرض سيطرته مبكرا ليترجم تفوقه بهدف أول عن طريق إيفانيلسون في الدقيقة 26 قبل أن يضاعف أليكس خيمينيز النتيجة بعد 7 دقائق فقط. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول أعاد فيرجيل فان دايك الأمل لجماهير ليفربول بتسجيل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع ليبقى اللقاء مفتوحا على كل الاحتمالات. وفي الدقيقة 80 عاد الريدز للمباراة مجددا بعد هدف التعادل الذي وقعه دومينيك سوبوزماي من ركلة حرة مباشرة سبقتها لمسة ذكية من محمد صلاح أكدت أن النجم المصري لا يزال حاضرا بعقله حتى إن غاب حسه التهديفي. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ خطف أمين عدلي هدف الفوز القاتل لبورنموث في الدقيقة 90+5 ليترك ليفربول غارقا في الحسرة. أرقام تقلق جماهير الريدز. واصل محمد صلاح صيامه عن التسجيل للمباراة 8 على التوالي في جميع المسابقات، ليصل غيابه عن هز الشباك إلى ما يقارب 3 أشهر كاملة. ويعود آخر هدف للنجم المصري إلى 1 نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، ومنذ ذلك الحين خاض 8 مباريات دون تسجيل، بما يقارب 700 دقيقة لعب بلا أهداف، في رقم غير معتاد على لاعب اعتاد تحطيم الأرقام القياسية. الأرقام تكشف أيضا عن تراجع خطورته الهجومية، إذ سدد فقط 4 كرات بين القائمين والعارضة خلال تلك الفترة. تساؤلات فنية. الانتقادات لم تقتصر على غياب الأهداف، بل امتدت إلى الأداء العام لصلاح 33 عاما، حيث بدأ أقل سرعة وأضعف في المراوغات مع تراجع ملحوظ في الالتحامات الثنائية والمجهود الدفاعي، ما فتح باب النقاش حول قدرته على الاستمرار بنفس التأثير. إحصائيات الموسم الحالي كشفت مفارقة لافتة، إذ لم يخسر ليفربول أي مباراة في الدوري خلال غياب محمد صلاح، بينما تلقى 6 هزائم في المباريات التي شارك فيها. كما حصد الفريق معدل لقاط أعلى في غيابه 2.1 نقطة للمباراة مقارنة بمشاركته 1.6 نقطة، وسجل أهدافا أكثر واستقبل أهدافا أقل كل 90 دقيقة دون النجم المصري. اللافت أن ليفربول كان يحتل المركز 12 بعد أول 12 جولة شارك فيها صلاح أساسيا، قبل أن تتحسن النتائج بوضوح عقب خروجه من التشكيل الأساسي بقرار فني من المدرب أرني سلوت ثم غيابه مع المنتخب، ليصعد الفريق حاليا إلى المركز الرابع. بصمة لا تنكر. رغم كل ما سبق، واصل محمد صلاح كتابة اسمه في تاريخ البريمير ليج بعدما رفع رصيده إلى 91 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز التاسع في قائمة أفضل صانعي الأهداف تاريخيا، متجاوزا جيمس ميلنر. رقم يؤكد أن صلاح لا يزال قادرا على صناعة الفارق حتى في أصعب فتراته. توقعات مفتوحة على كل الاحتمالات. مع تراجع أداء ليفربول وتذبذب مستوى صلاح، تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري، خاصة في تقدمه في العمر وارتفاع راتبه واستمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه. يبقى السؤال الأهم: هل يعيش محمد صلاح الفصل الأخير مع ليفربول، أم أن الملك المصري يستعد للعودة من جديد وقلب الطاولة قبل نهاية الموسم؟ قصة طريفة عن محمد صلاح. خلال المباراة رصدت الكاميرات محمد صلاح بعد إحدى الفرص الضائعة وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ويهز رأسه وكأنه يقول: واضح أن الجون واخد إجازة مني شوية. الطريف أن أحد مشجعي ليفربول علق على المشهد قائلا: صلاح مش ناسي التهديف، بس شكله مخبي الأهداف لمباراة كبيرة. ابتسامة صلاح كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل بين من يراه هادئا وواثقا ومن يعتبرها ابتسامة لاعب يعرف أن العودة قادمة لا محالة.